يعطيكم ألف عافية من وين ما كنتوا عم بتتابعوني. أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح أعمل معاكم القدرة الخليلية اللي ما إلها حل من طيابتها. هاي الطبخة طبخة الخبازين بالخليل، كانوا يطبخوها بالفرن، وهي عبارة عن لحم أو دجاج وأرز وسمن، والبعض طبعا أضاف إلها البصل، الثوم، الحمص، المطيبات، كله صحيح. رح أعملها معاكم بالدجاج بطريقة سهلة بسيطة ورح تحبوها إن شاء الله. خليكم معي. هلأ بالبداية رح نسلق الدجاج. طبعا جبت الدجاج ونظفته كتير منيح وقسمته، وهلأ رح أبلش سلق فيه. هلأ بطنجرة نزلت معلقة سمنة وكسرتها بمعلقة زيت، ورح أنزل عليها البصل والثوم والدجاج. رح أعملهم هلا، رح شوحهم تشويح مثل ما انتم شايفين، وبعدين نضيف المطيبات. هلا لسلق الدجاج احتجت معلقه فلفل اسود وهالحب وورق غار، وطبعا بس يتشوح رح اضيف مي سخنه عليه. طبعا الملح بحطه بالاخر عشان ما يشد عندي الدجاج. وهلا بعد ما زدت مي ساخنه رح خليها تغلي غلوه عشان كب الزفره تبعتها اللي بتطلع الوش. هلا بحتاج رز متوسط الحبة، وإذا بتحبوا تخلطوا رز طويل مع متوسط الحبة بدي الحمص المكون الأساسي طبعا، وبصل وسنان توم وراس توم. رح أحتاج هلا المطيبات، رح أحتاج هال، قرفة، كركم، ورق غار، فلفل أسود، فلفل مشكل، ولومي، وطبعا الملح. واذا بنحب نعزز النكهه منضيف ظرف مكعب الدجاج. خليكم معي. هلا بطنجره ضفت معلقتين سمنه ومعلقه زيت، بحب اكسر ما يكون كتير دسم، وراح اضيف عليهم هلا البصل والثوم. هلا بدي اياهم ياخذوا شويه لون، بعدين بضيف عليهم الحمص والمطيبات. وهيك عندي بعد ما اخذ البصل والثوم لون رح نزل عليه الحمص. الحمص لازم يكون عنا مسلوق كتير منيح، يعني مستوي. وهيك عندي بعد ما ضفت المطيبات ونزلت كمان راس الثوم طبعا مغسول. هلا بضيف الرز طبعا وحركته، ورح اضيف له مرقة الدجاج غمرة. طبعا الدجاج بعد ما استوى ضفت له رشيت عليه فلفل اسود مطحون وزعفران، وراح احط له زيت او اذا بتفضلوا سمنه، انتو مثل ما بتحبوا يعني. وهلا راح ادخله الفرن ياخذ لون. وعندي هيك الرز بعد ما نشفت مرقته رح خليه بده تقريبا نص ساعه. شايفين ما شاء الله حبات الرز، اسم الله. هلا رح اضيف معلقه سمنه، بما اني قلت قدره خليليه فرح اضيف معلقه سمنه واحده بس. هلا رح اضيفها عليها وخليه 5 دقايق واطفي الغاز. وعندي هيك بعد ما جهزت، شوفوا لي هاللذاذه، اسم الله. شايفين حبات الرز مفلفلة فلفل. كنت معكم نسرين السعدي. لو عجبتكم وصفاتي ما تنسوا الاشتراك بصفحاتي، وأهلا وسهلا بالجميع. دمتم بأمان الله.